عايزه اقول لكم لو انتوا مش بتحبوا دبابيس الفراخ فانا باكد لكم ان بعد الفيديو ده هتعشقوا الاكله دي، واعتمدوا الطريقه دي لعزومات رمضان لكل مشويات الفراخ. ويلا بينا على الطريقه. وقبل ما نبتدي الوصفة بنحضر البصل المخلل بالسماق ودبس الرمان والخل ومية مغلية، وبتسيبوه قبل الاستخدام من 3 ل4 ساعات. وبعد كده معايا دبابيس مخلية من الجلد، عشان انا مش بحب بصراحة اسوي الجلد معاه، بس لو انتوا حابين براحتكم. وبعد كده بحط توابل هسيبها لكم بالتفصيل تحت في الكابشن. وبعد كده بنزل ببقية الصوص اللي احنا عملناه في الصينية، وبحط قطع من الزبدة والثوم المفروم. ومجرد ان هي تاخد لون من تحت ومن فوق بتكون ما شاء الله خلاص بقت دايبة واستوت كويس جدا. وعايزة اقول لكم ان الزبدة والزيت الزيتون اللي احنا حطيناه في الوصفة مع دبس الرمان والصويا صوص بيعملوا في الاخر صوص خطير. هقول لكم ازاي نستخدمه وقت التقديم. وبالنسبة لي الأكلة دي بحب جنبها الكول سلو. فدي طريقتي في الكول سلو. أول حاجة بنقطع الكرنب قطع صغيرة، وبعد كده الجزر برضو نفس الكلام. وبعد كده ببتدي أحط الخل والمايونيز والزبادي وسكر وملح ورشة من الفلفل الأسود، وبيبقى خطير. وبصولي على شكل الفراخ وهي طالعة من الفرن، حقيقي كان نفسي تشموا معايا الريحة. وبعد كده ببتدي ان انا ارصهم على عيش لبناني، وبحط البصل المخلل من تحت، وتزينوها بالكزبرة الخضراء من فوق وبصل مخلل كمان من فوق. وتعالوا بقى نحضر الصوص التاني اللي احنا هنزين بيه. عايزه اقول لكم ان اضافه الصوص ده بينقل الطعم لحته تانية. اول حاجه بجيبه واصفيه كويس واحط عليه دبس الرمان، وبحط عليه صويا صوص، وببتدي ان انا ازين بيه الشكل. شايفين يا جماعه؟ شايفين قد ايه جوسي؟ دي اللي يتقال عليها جوسي بقى بجد. خطيره. عايزه اقول لكم ان انا كنت بجرب لكم كده ان انا بدوق وبتاع عشان اجوعكم، بس والله يا جماعه يعني انا كنت واخداها حجه. انا لو كان هيسيبوني على الصينيه دي لا لا انا كنت خلصتها كلها. بس كده مستنيه ان انتوا تجربوها وان شاء الله هتعجبكم. وبون ابيتي.